بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والله أني في هالمكان وأني محرج، لأني أتكلم مع أساتذتي وعلماء ومنهم أفضل مني بكثير، ولكن وضعت في هالمكان وأتيت بعد أستاذ فاضل وأب للجميع. والأهم في الموضوع ذا كله أن الله يعيننا على خدمة من حنا في الآن لنمثلهم، اللي هو حقوق الإنسان. ولن أطيل لأسباب، لأن مصر عجز الكتاب وعجز الشعراء وعجز المادحون وعجز الناس جميعا أن يوفون مصر شيئا قليل من فضلها على الأمة، ولسنا في هالمكان حتى نمدح أو نذم، وإنما لخطوات نبنيها للمستقبل ولإنقاذ المظلوم من البشرية اللي هم الإنسان الضعيف. القوي حياخذ حقه، ولكن الضعيف هو اللي أموره الله يعينه في هالأمر، خاصة في مصر. يا أهل مصر، وتكون اختصارا بالكلمة: لن يستطيع فيكم عدوكم إلا منكم، لن يستطيع عدوكم أخذ منكم شبر واحد إلا من المصريين أنفسهم. في الحقيقة أنا من خلال متابعتي لهذا الملف، باعتبار أن أنا طبعا بقدم صفحة أجراس الأحد في الجمهورية، وفي جزء من شغلي في أجراس الأحد معني في فكرة حقوق الإنسان. يعني حقوق الإنسان دي حقوق كل إنسان موجودة من أول حياته حتى مماته. يعني أنا مش شايف إن في مشكلة يعني معضلة بالنسبة لنا في مصر. مشاكلنا اللي النهارده بنقولها في 2010 هي مشاكلنا اللي بنقولها من تقرير العطيفي سنة 73، وهي المشاكل اللي احنا ممكن نقولها بعد 30 سنة كمان. لا أرى جديد في مشاكلنا في مصر، لكن احنا ينقصنا وجود إرادة جادة لحل هذه المشاكل. مشاكلنا ما هياش عويصة، ما هياش مشاكل جاية من المريخ، ما هياش جاية يعني أنا مش من أنصار نظرية المؤامرة نقول إن حد بيصدر لنا. لا، العفريت موجود جوانا، مش محتاجين نصدره، للأسف نستورده. مشاكلنا صناعة محلية 100%. لا أرى أي معنى إن احنا نتكلم نقول أصل جاي من هنا وجاي من هنا، الكلام ده كله دي مشاكل محلية 100%. حلها ببساطة شديدة جدا في كلمتين، هو إن احنا محتاجين إرادة سياسية جادة لحل هذه المشاكل. زي ما أستاذنا الكبير الأستاذ رمزي اتكلم على فكرة دمج السود والبيض في أمريكا، أنا شايف إن في شعوب خاضت تحديات ومشاكل أكتر من مصر عشرات المرات، لكن نظرا لان كان في عندها اراده ان هي تحل هذه المشاكل، حلت المشاكل وتقدمت وتجاوزت هذه المسائل. احنا النهارده مش قادرين نتجاوز هذا الملف المزمن. في البداية طبعا أنا أكيد مش هلاقي كلام أقوله بعد كلام القامات الفكرية الكبيرة اللي قالوه. بحب طبعا أشكر دكتور نجيب جبرائيل على جهوده الكبيرة في مجال حقوق الإنسان. كان من المفترض ان المهندس عزت بولس يكون متواجد معانا، لكن تعذر حضوره لظروف تواجده خارج مصر. مجال حقوق الانسان في مصر هو مجال كبير قوي، لكن انا هتكلم بحكم عملي في موقع الأقباط متحدون، وان احنا ازاي كموقع ممكن نساهم في مجال حقوق الانسان. في البداية احنا مؤمنين ايمان تام ان الاعلام ليه اثر كبير جدا في تكوين وخلق وجدان الشعوب، ومن ثم القدرة على التغيير نحو الأفضل. وعليه قررنا ان احنا نكون اعلام محايد بعيدا عن قبطي او مسلم او بهائي او اي دين او اي طائفة. لكن يبدو شوية للوهلة الاولى اسم الموقع الأقباط متحدون مثير للودن، اذا انتوا موقع للأقباط بس، لكن دي مش حقيقة. احنا موقع لكل المصريين، قبطي بمعنى مصري. متواجد عندنا في التحرير من الصحفيين عدد كبير من المسلمين، أيضا من الكتاب والأسامي المسلمين الكبار زي دكتور حمدي الحناوي ودكتور عبد الخالق حسين، والكثير من الأقلام المسلمة المستنيرة. لأن هدفنا بالنهاية في حقوق الإنسان مش قبطي أو مسيحي أو مسلم. حل المشكلة مش هيكون من خلال ان المسيحي يقول انا عندي مشكلة كمسيحي او المسلم انا عندي مشكلة كمسلم، لكن بالنهاية كمصري انا كمواطن مصري عايز احصل على حقوقي. ايمانا منا بده احنا بنجمع اطياف مختلفة فكرية ودينية. هدفنا في الاول والاخر مصر، بنرجو طبعا ليها ان هي تحقق تقدم في مجال حقوق الانسان. هشير إشارة سريعة بس لبعض الحاجات اللي هي العلامات المضيئة اللي قام بيها الموقع في مجال حقوق الإنسان. أيام نجا حمادي احنا حرصنا ان احنا
نغطي الحدث بشكل إعلامي محايد، مش بشكل إن إحنا أقباط بنغطي مشكلة حصلت لبعض الأقباط، لكن غطيناها بشكل إعلامي، تناولناها بشكل مش الإعلام اللي بيخاطب المشاعر، لأن الإعلام اللي بيخاطب المشاعر ده كتير وتأثيره أكبر، لكن إحنا مش هدفنا نخاطب المشاعر، هدفنا إن إحنا نخاطب العقل ونترك للقارئ الحرية في الاختيار إن هو يقرر ويكون تبع أنهي اتجاه. قمنا بحفلة لأمهات شهداء نجع حمادي في عيد الأم. الاحتفالية دي كانت خاصة بالأقباط متحدون، حضرها كل أمهات شهداء نجع حمادي وأيضا منهم أسرة الشهيد المجند المسلم، وتم توزيع هدايا عليهم. كان في الحفل شيوخ مسلمين مستنيرين، أيضا بعض الشخصيات القبطية، ده حرصا منا على تأكيد فكرة أن مجال حقوق الإنسان في مصر هيتحقق من خلال المسلم والمسيحي والبهائي وكل يعني كل العقائد الدينية، مش فئة معينة. في النهاية طبعا بنتمنى لمصر دايما ان هي تكون احسن بأولادها وبجهود الاشخاص المستنيرين والمؤسسات المستنيرة زي دكتور نجيب جبرائيل وغيرهم. شكرا.